بالنسبه للدرس الاولاني، طب قولي حاجه انما بسم الله كده ونبدا. الحصه سيادتكم بتاعت النهارده هتبقى متقسم خلاص، هتبقى متقسم على كذا جزئيه. ازاي؟ اول حاجه احنا هنبتدي دلوقتي نراجع البوستر اللي موجود معانا تفصيليا، نشوف كل كلمه موجوده فيها ايه. نبتدي سيادتك دلوقتي لو في اي نقطه مثلا لا انا مش مفهومه، انا مش عارف اوصل لها، سيادتك ممكن ترفع ايدك ونعيدها تاني. مش عيب، انت سيادتك جاي حصه مراجعه عشان اطلع من هنا زي ما بيقولوا متكيفه، مش جايه هنا عشان اخد سيادتك يضحك عليها كلمتين واروح. خلاص اتفقنا على الكلام ده؟ بسم الله كده كلنا جميعا باول جزئيه بالدرس التمهيدي. الدرس التمهيدي اول جزئيه بتتكلم عن ايه؟ بيقول لك ان شهدت خريطه العالم اللي موجوده قدامنا على السبوره تغيرات مستمره عبر التاريخ. طب حلو استاذ، ما انا ممكن يضحك عليا في الامتحان وما يقوليش تغيرات، ممكن توتر صح ولا لا؟ ممكن عدم استقرار، ممكن عدم توازن. طب ما انا اقول لك حاجه، طب ما ممكن نقوله ان تم تعديل حدود الدول. تم تعديل حدود مين؟ يبقى تاني يا استاذ، انا لما اجي اول جزئيه موجوده معايا في الدرس التمهيدي بيقول لي ان خريطه العالم اللي موجوده قدامنا على السبوره لم تكن مستقره، لم تكن سيادتك نقدر نقول في حاله ثبات، لم تكن استاتيكيه ولا ديناميكيه؟ استاتيكيه. احنا قلنا لم تكن استاتيكيه وانما هي ايه؟ ديناميكيه. طب يا استاذ هي ديناميكيه ليه؟ اصل بتتغير، اصل في عدم توازن، اصل في عدم استقرار، عدم ثبات. الكلام ده كله هنعرفه اسبابه بالتفصيل دلوقتي. اول حاجه بيقول لي الاجابه بصفه عامه لو انا هتكلم، بيقول لي يا استاذ اصل شهدت خريطه العالم حاله من اختفاء وظهور واندماج وانقسام دول. ظهرت حاله من تمزق علاقات وتكوين علاقات. ظهرت حاله من اختفاء ولا اختلاف توزيع؟ طب مين اللي اختلفوا؟ ما بين الكتله الشرقيه اللي موجوده عندي والكتله الغربيه الراسماليه. طب تعالى ناخد الكلام ده تفصيليا. انت بتقول يا استاذ ان شهدت اختفاء ظهور اندماج انقسام دول. طب ايه رايك ناخد ابسط مثال الاتحاد السوفيتي. تعالوا بصوا كده مع بعض. الاتحاد السوفيتي كان بيتكلمنا على المنطقه بتاعه شمال غرب اسيا ومنطقه شرق اوروبا. المنطقه دي كانت عامله لي اتحاد واحد، الكلام ده في بدايه القرن العشرين، كان اسمه الاتحاد السوفيتي. ايه اللي حصل يا استاذ؟ اتفك، تمزق، لم يصبح الاتحاد السوفيتي موجود على خريطه العالم السياسي. امال ايه اللي حصل يا استاذ؟ بعد ما كان دوله بقى 15 دوله. بقى كام؟ بقى كام؟ 15 دوله. طب حلو خالص، ال 15 دوله دول يا استاذ ما تيجي نوزعهم مع بعض. قال لك يا استاذ في 9 موجودين في اسيا وفي 6 موجودين فين؟ لا الناس كلها معايا، في 9 فين؟ و6 فين؟ حلو خالص. مين هم ال9 بتوع اسيا؟ يا استاذ هم معظمهم بيقع عند بحر قزوين. معظمهم بيقع عند بحر مين؟ اللي هم مين يا استاذ؟ بص معايا، روسيا الاتحاديه، كازاخستان، كيرغستان، طاجكستان، عندك بعد كده تركمانستان واوزبكستان، عند ارمينيا وجورجيا واذربيجان. دول دي 9. يبقى انا معايا 9 موجودين في قاره مين؟ اللي هم مين تاني يا استاذ؟ واحده واحده واسمعيهم. روسيا الاتحاديه، تركمانستان، اوزبكستان، كيرغستان، طاجكستان، ارمينيا، جورجيا، اذربيجان. الدول دي اللي هي بتاعت روسيا الاتحاديه اللي هي كانت سياده دول الاتحاد السوفيتي. دول 9 بتوع مين؟ طب مين ال6 بتوع اوروبا؟ استوانيا، لاتفيا، ليتوانيا، روسيا البيضاء، اوكرانيا، مولدافيا. دول كام؟ دول كام؟ يبقى كام في اسيا؟ وكام سيادتك في اوروبا؟ فين حته يا استاذ؟ تعالى ناخد استنتاجات مع بعض بقى. انت بتقول لي يا استاذ ان في عندي 9 موجودين في قاره اسيا. حلو خالص يا استاذ، ال9 دول اولا بيقعوا في شمال غرب اسيا. احنا لو جينا مع بعض كده قسمنا قاره اسيا على 4، هتلاقي ان معظم الدول اللي اتفكت من الاتحاد السوفيتي بتقع في الربع الشمالي الغربي. ده لو انا ذكرت لك قاره اسيا. طب لو جيت قلت لك دلوقتي بتقع في اي ربع من الاتحاد السوفيتي؟ جنوب ايه؟ جنوب غربي ولا جنوب شرقي؟ اقول لك حاجه ثانيه، لو جينا قلنا اكثر الدول تاثرا بتفوق الاتحاد السوفيتي اقول مين؟
الصين وايران وافغانستان. طب يا استاذ وسيم سؤال، ايه اللي خلاهم دول اكتر 3 دول متاثرين معايا؟ بص معايا، عند الصين اهي ذات 3 دول جداد جنبيها، كازاخستان، كرغستان، طاجكستان. كم دوله زادوا؟ حلو خالص. مين تاني يا استاذ؟ دوله ايران، دوله افغانستان. ال3 دول دول هم اكثر 3 دول حصل لهم عمليه تغيرات على خريطه العالم. يبقى استاذ لما اجي اتكلم عن تغيرات خريطه العالم اقول ان اكثر الدول تاثرا بتفكك الاتحاد السوفيتي 3: الصين، ايران، افغانستان. الصين وايران مين؟ الصين وايران وافغانستان. حلو خالص. طب حاجه ثانيه يا استاذ، لو جينا بقى نتكلم على الخطوط الطول ودوائر العرض اللي هي الموقع الفلكي، بص معايا، بيجي يقول لي تقع معظم تغيرات الاتحاد السوفيتي في جهه نقط من قاره اسيا. حلو، شمال غربي. طب في اي جهه من دوائر العرض؟ لو جيت يا استاذ قلت انا خط الاستواء، خط الاستواء بعيد خالص عن منطقه التفككات. طب لو جيت قلت مثلا مدار الجدي بعيد عن منطقه التفككات. بس انا سيادتك لو جيت قلت مدار السرطان هو اقرب شيء موجود سيادتك لتفكك الاتحاد السوفيتي، يبقى اكثر المدارات تاثرا بتفكك الاتحاد السوفيتي هو مدار مين؟ مدار مين؟ وسيادتك جنوب الدائره القطبيه الشماليه بالفعل. ليه؟ ان انت سيادتك ادي الدائره القطبيه الشماليه من فوق وادي سيادتك مدار السرطان من تحت. طب ما تيجي ندي استنتاج ثاني، معظم تغيرات التي نتجت عن تفكك الاتحاد السوفيتي تقع بين دائرتين، القطب الشمالي في الشمال ومدار السرطان في الجنوب. يبقى ماسكه بكام دائره؟ 2. ماسكه من جنوب الدائره القطبيه الشماليه الى سيادتك شمال مدار مين؟ السرطان. طب تعال نشوف حاجه ثانيه. اساس نرتب افكارنا كده واحده واحده. اول مثال احنا خدناه تفكك الاتحاد السوفيتي يا استاذ اللي اتفك على 15 دوله، 9 موجودين في قاره اسيا و6 موجودين في قاره اوروبا. يا استاذ انا دلوقتي لما اجي اتكلم عن الجزئيه دي افهمها ازاي؟ قال لك بكل بساطه نديها مجموعه استنتاجات فوق بعض. 1: الاتجاهات بتاعه الخريطه في تفكك الاتحاد السوفيتي تقع شمال غرب دائره الاستواء ولا قاره اسيا؟ قاره اسيا دائره الاستواء. مش دائره الاستواء؟ الحمد لله. يعني قاره مين؟ مش دائره الاستواء يا عم. طب ايه دائره الاستواء ليها علاقه اصلا؟ يبقى يا استاذ تقع شمال غرب قاره اسيا. طب يا استاذ مين اكثر الدول التي تاثرت؟ الصين وايران وافغانستان؟ امال ليه بيكونوا كوريا واليابان واندونيسيا؟ يبقى مين؟ حلو، الصين وافغانستان وايران. الصين وافغانستان ومين؟ يا حول الله يا رب، ما هيقولوا هيفهموا، هم ما هيقولوش ليه كانوا هيفهموا. طب تخش السياتيك على نقطه ثانيه يا استاذ، احنا قلنا ان معظم التغيرات بتقع بين دائرتي عرض مين ومين؟ الدائره القطبيه الشماليه ومدار مين؟ السرطان. الدائره القطبيه الشماليه ومدار مين؟ اكيد. يعني مفيش خط استواء؟ مفيش مدار جد؟ مفيش اي حاجه؟ طب زي الفل. طب خش بعد كده، قلنا ان سيادتك في دول تاني تفككت غير الاتحاد السوفيتي زي اتحاد يوغوسلافيا. اتفك على كام دوله؟ طب هو صح قولي لي، هو اتحاد يوغوسلافيا ده بيقع فين في قاره اوروبا؟ جنوب قاره اوروبا، بس فين في الجنوب بالظبط؟ قال لك جنوب الوسط يا استاذ. حد يقدر يقول لي مين هم الدول السته؟ قولي. سلوفينيا. طب انت ايه رايك؟ معظم الدول دي لو انا جيت دلوقتي قلت لك في اي مسطح مائي قريب منهم؟ البحر المتوسط. طب قولي لي طيب، تفكك الاتحاد السوفيتي احنا قلنا تاثر بجزئيه بحر قزوين، هل في حاجه ثانيه غير جزئيه بحر قزوين؟ يبقى معظم التغيرات التي حدثت نتيجه لتفكك الاتحاد السوفيتي تقع في منطقه مسطحات مائيه مغلقه. يعني مسطح مائي مغلق ملوش اتصال سيادتك بمسطحات مفتوحه. زي مين؟ بحر قزوين والبحر الاسود. بحر قزوين وبحر مين؟ يبقى معظم الدول التي تقع داخل الاتحاد السوفيتي بعد التفكك تطل على مسطحات مائيه مغلقه. مسطحات مائيه ايه؟ مغلقه ولا مفتوحه؟ مغلقه مفتوحه. طب انت ايه رايك؟ المغلقه دي زي مين؟ بحر قزوين والبحر الاسود. بحر قزوين وبحر مين؟ خير كتير قوي. طب تعالى بعد كده نشوف جزئيه ثانيه. بيقول لك هنا يا استاذ ان اتحاد يوغوسلافيا في 6 دول.
تقعدي بقى انت كده قاعده تكرش في دماغك في البيت وتقولي هم السته دول يا استاذ واقعين فين؟ لا واقعين سيادتك في جنوب المنطقه بتاعت اوروبا. طب هو جنوب غرب ولا جنوب شرق؟ هم موجودين في جنوب وسط، يعتبر في الوسط هنا. ليه؟ ان سيادتك هم مين؟ عندك سلوفينيا، عندك بوسنا وهرسك، عندك الجبل الاسود، عندك مقدونيا، عندك مين تاني؟ كرواتيا، عندك مين تاني؟ صربيا. ادي الست دول اللي موجودين بيقع اساس في جنوب قاره اوروبا. طب انت ايه رايك؟ لما بيحدث تفككات دول خريطه العالم تزيد ولا تقل؟ تزيد ولا تقل؟ طب ايه رايك؟ لو حصل اندماج تزيد ولا تقل؟ حلو خالص يا استاذ. يبقى كلما حدثت تفككات على خريطه العالم كلما زادت ايه؟ طب وكلما حدث اندماج كلما زاد ايه؟ قلت النسبه. تمام. طب في حاجه ثانيه يا استاذ ممكن تكون اتفكت؟ في اتحاد اسمه ايه؟ تشيكو سلوفاكيا. تشيكو ايه؟ تشيكو ايه؟ سلوفاكيا. اتفك على كام دوله؟ دوله التشيك ودوله سلوفاكيا. دوله التشيك ودوله مين؟ سلوفاكيا. دوله التشيك ودوله مين؟ حلو خالص. كده احنا زي ما بيقولوا عرفنا الانقسامات. مين يديني امثله على الدول اللي اختفت؟ ده اندمجت. انا بقول اختفاء. ايه رايك؟ طب ما ممكن اقول لك حاجه. احنا دلوقتي مثلا لو جينا نتكلم مع بعض مش في دوله اسمها الدوله العثمانيه؟ هل موجود اسمها على الخريطه؟ ايه اللي حصل لها؟ انقسمت برضه، بس لفظ كلمه دوله عثمانيه اختفى، زي ما لفظ كلمه اتحاد سوفيتي اختفى، زي ما لفظ دوله تشيكوسلوفاكيا اختفى، زي ما لفظ كلمه يوغوسلافيا نفسها اختفى. يبقى اساس في بعض الدول التي كانت موجوده في بدايه القرن العشرين ولكن 15 دوله. انت عايزها تيجي تاخد معانا حصه؟ تمام؟ يبقى سيادتك دلوقتي انا عندي 15 دوله بتوع سلوفاكيا ولا بتاعت امال ليه البنت اللي شويه جايه سلوفاكيا؟ الراجل اللي ورا ده جاي سلوفاكيا. يبقى سيادتك هو اتحاد مين؟ سوفيتي. طب عندك سيادتك اللي هو تشيكوسلوفاكيا ده كام؟ طب يوغوسلافيا كام؟ طب والجزائر كام؟ استنى يا عم 9 منين؟ ايه هم بيولدوا؟ اكيد لا، سيادتك هم 6. طب سؤال ثاني، الجزائر انقسمت على كام؟ اللي هم مين؟ الكونغو والكونغو الديمقراطيه بتوع افريقيا. الكونغو والكونغو مين؟ طب السودان انقسمت على كام؟ ايه رايك؟ انقسمت في القرن العشرين ولا ال21؟ ال21 يا استاذ. انقسمت السودان الى السودان وجنوب السودان. السودان وجنوب مين؟ يبقى يا استاذ بالفعل انا عندي دليل قاطع بيقول ان خريطه العالم في حاله تغير مستمر. في حاله تغير ايه؟ مستمر. في حاله تغير ايه؟ مستمر. ازاي يا استاذ في حاله تغير مستمر؟ قال لك والله هناك اختفاء، ظهور، اندماج، انقسام دول. ادي اول نقطه. رقم 2 بيقول لي يا استاذ اختلاف توزيع القوى العالميه. نقف عند النقطه دي. يا استاذ خريطه العالم كان في قوتين متصارعتين على مين اللي يمسك القياده. مين هم القوتين دول؟ يا اما الكتله الشيوعيه الشرقيه اللي هي الاتحاد السوفيتي، يا اما الكتله الراسماليه الولايات المتحده الامريكيه. يبقى انا عندي كم كتله؟ كم كتله؟ مين الاولى؟ يا استاذ انت مشاور غلط يا استاذ، بالصين. امال احنا عايزين مين؟ الاتحاد السوفيتي. اتحاد مين؟ مش اي واحد يشاور لك على اي حاجه على الخريطه تمشي وراه. لا يا استاذ ركز. المنطقه بتاعت الاتحاد السوفيتي بتتكلم عن روسيا، عائله ستان اللي هم اتغيروا، منطقه شرق اوروبا. طب معلش لما تيجي تحدد لنا على الخريطه وضحهم لي عشان عيني تشوف، الدماغ تركز، اعرف احل. يبقى ما بين الكتله الشرقيه الاتحاد السوفيتي، الكتله الراسماليه الولايات المتحده الغربيه. حلو. في بدايه القرن العشرين انا كان عندي توازن على خريطه العالم. ليه؟ القوتين موجود معايا والقوتين سيادتك بيتصارعوا. بس للاسف الشديد سرعان ما جه في نهايه القرن العشرين كتله منهم مالها وجعت، فاختلف توزيع القوى العالميه من بعد ما كانت الاتحاد السوفيتي موجود ومسيطر الى الانتقال للراسماليه بتاعت الولايات المتحده. مين؟ يبقى اساس انا عندي اختلاف توزيع قوى عالميه. خريطه العالم زمان كانت بتقول ان الاتحاد السوفيتي في بدايه القرن العشرين هو اللي مسيطر، ولكن سرعان ما في نهايه القرن العشرين اتحولت
الا الراسماليه للولايات المتحده الامريكيه، وبكده يثبت بالفعل ان خريطه العالم في حاله تغير مستمر. انتقلت من ثنائي القوة إلى أحاد القوة، من حالة توازن إلى حالة خلل، من توازن إلى إيه؟ كساد. بعد ما كان في قوتين متوازنين أصبح عندي إيه؟ قوة واحدة. أصبح عندي قوة إيه؟ أصبح عندي قوة إيه؟ وكده بدأ يظهر نظام جديد اسمه نظام إيه؟ العالمي الجديد. نظام العالمي إيه؟ وبدأت تظهر معايا نظرية اسمها نظرية مين؟ العولمه. شفت السياتيك كم حاجه ترتبت على بعض؟ يبقى بالفعل خريطه العالم تثبت يا استاذ اني في حاله تغير، في حاله عدم استقرار، في حاله توتر، في حاله قابليه الحدود السياسيه ان هي ايه؟ تتغير. خلصت يا استاذ اثباتاتك؟ لا، في اثبات ثالث. بيقول لك ايه الاثبات الثالث؟ تمزق علاقات وتكوين علاقات ايه؟ طب تعالى ندي امثله على التمزق وعلى التكوين. يا استاذ انت كنت الاول بتقول لي تمزق علاقات، طب زي مين العلاقات تمزقت؟ الاتحاد السوفيتي، اتحاد يوغوسلافيا، حلف وارسو، كتله الكوميكون الاقتصاديه، تمام؟ حلف بغداد، حلف جنوب شرق اسيا. ايه ده يا استاذ؟ كل ده اتفك؟ الاجزاء دي كلها اتفكت. طب ومين اللي ظهر بعد كده يا استاذ؟ خد عندك اتحاد اوروبي، النافتا، الكوميسا، الابك، مجلس تعاون دول الخليج العربي، مجلس المغرب العربي، حلف الناتو، جماعه الدول العربيه. الحاجات دي كلها مش تكونات. يبقى استاذ بالفعل خريطه العالم اللي موجوده قدامي في حاله تغير. ثلاث سيادتك اثباتات باستنتاجاتهم. واحد، عند اختفاء ظهور اندماج انقسام دول. اثنين، اختلاف توزيع الدول العالميه والقوى العالميه. ثلاثه، تمزق علاقات وتكوين ايه؟ يا قلبك انشراح على بيت ابوك اللي راح. طب وبعدين يا استاذ كده خريطه العالم في حاله تغير. طب هو سؤال بقى، هو مين اللي ساعدني ان انا ادرس خريطه العالم اللي في حاله تغير؟ يا استاذ دي انت هتكلمني عن مراحل تطور علم الجغرافيا السياسيه. هو الجغرافيا السياسيه دي بتقول ايه اصلا؟ هو عباره عن فرع بشري ولا طبيعي؟ هي فرع من فروع الجغرافيا البشريه. بتهتم بايه؟ دراسه المقاومات الطبيعيه والبشريه. اقول لك حاجه، نحط خط في دماغنا كده على كلمه دراسه مقاومات طبيعيه وبشريه. عارفه ليه؟ اصلا نربطوها بعالم بعد شويه وهنلاقوا ان التعريف جاي من افكار واحد من العلماء بس اتك على الصبر. طب وبعد ما ادرس المقاومات الطبيعيه والبشريه قال لك تدرس التنظيم الداخلي. وبرضه عايزين نحط خط في دماغنا على النقطه دي. عارفه ليه؟ اصل دي نقد لنفس العالم. يبقى التعريف فيه اسهامات وفيه نقد. اسهامات ايه؟ طب قولي لي صح، هو انا دلوقتي بدرس مقاومات طبيعيه ومقاومات بشريه ليه؟ قال لك يا استاذ اعرف اثر ذلك على قوه الدوله وعلاقتها في الخارج. علاقتها فين؟ علاقتها فين؟ يبقى اعرف قوه الدوله في الداخل وفين؟ انت اعطيتني التعريف. ما تيجي يا بنتي يا كرام مع بعض نبتدي نفكر بقى. هو التعريف ده ظهر في يوم وليله؟ يعني الاستاذ مينا نام صحي سيادتك قال لك يلا بينا نروح على نشوف التعريف؟ قال لك لا، ده بترجع سيادتك اول تطور للقرن الرابع قبل الميلاد. يا لهوي، استاذ مينا كانت ولد؟ كنت اتولدت يا عم الحاج؟ الحمد لله. ليه انا مش اسمي مينا؟ معرمر جاي من 3200 قبل الميلاد. انتوا كذابين، ده انا ليا 5200 سنه قاعد. المهم فسيادتك انا دلوقتي الخريطه والاهداف والتعريف بدات تظهر بذورهم من القرن الرابع على يد عالم جايين من بلاد اليونان، جايين يا استاذ من جنوب اوروبا، جايين من شمال حوض البحر المتوسط. انت شايفه كام حاجه مع بعض؟ قلنا قرن رابع، قلنا شمال حوض البحر المتوسط، قلنا من جنوب اوروبا، قلنا سيادتك كمان ان هو تبع الحضاره مين؟ الاغريقيه. ما انا ممكن ما اجيبلكيش يوناني اقول لك اغريقي. طب ما هي اليوناني هي مين؟ اليوناني هي مين؟ يبقى يا استاذ انا لما اجي اتكلم عن عمنا ارسطو ان هو عالم يوناني من الحضاره الاغريقيه، جاني في القرن الرابع قبل الميلاد، جاني من بلاد اليونان يا استاذ، جاني من جنوب اوروبا، جاني سيادتك دلوقتي من شمال البحر المتوسط، جاني جن قصير مصري اسمه
ارسطو. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ الواد ده ليه شويه اسهامات لوز اللوز. ازاي يا استاذ؟ اولا الراجل ده اتكلم لي عن حاجه اسمها الدوله المثاليه في كم موضوع؟ 5. كم موضوع؟ اللي هم ايه؟ يا استاذ سكان، مقاومات طبيعيه، عاصمه، جيش، حدود. كم حاجه دول؟ كم حاجه؟ بس ما قاليش قوه تنظيميه. يا لهوي. طب يا استاذ لما اجي اتكلم عن الواد ارسطو، المعلم ارسطو هو اول من وضع لي تعريف للجغرافيا السياسيه، هو اول من وضع البذره الاولى للجغرافيا السياسيه. عشان افرق ما بين ارسطو وما بين فريدريك رازل بعد شويه، واحد حط لي كتاب وده حط لي البذره الاولى للجغرافيا السياسيه. ارسطو ده لما جه يتكلم قال لك عايز تعرف قوه وضعف الدوله تعرفها في علاقه بين اثنين، السكان والموارد. السكان ومين؟ طب يا عم ارسطو اسهاماتك لقيناها فين؟ لقيناها في التعريف لسه قايلين من شويه. لقيناها فين تاني؟ لقيناها في الاهداف. اصل الاهداف بتقول دراسه الدوله من حيث المقاومات الطبيعيه والبشريه بدراسه موضوعيه، معرفه نقاط قوه وضعف الدوله. الكلام ده مين اللي اتكلمنا عنه؟ يبقى اول من تكلم عن الاهداف وتعريف الجغرافيا السياسيه هو مين؟ اول من تكلم عن الدوله المثاليه هو مين؟ حلو قوي. تعالى يا عم ارسطو نتكلم انا وانت مع بعض شويه. بيقول لك عم ارسطو هنا ايه؟ تشابهت الاراء بتاعته مع اهداف الجغرافيا السياسيه. افكارك هي كانت السبب وراء تعريف الجغرافيا السياسيه. يا ارسطو انت اتكلمت عن مين؟ الموقع. مش دي مقاومات طبيعيه؟ موقع مركزي، موقع هامشي، موقع بحري، موقع يابس، موقع استراتيجي. يبقى اول من تحدث عن الموقع هو مين؟ طب بلاش، اول من تحدث عن المناخ كاحد الموارد الطبيعيه هو مين؟ ايه ده المناخ؟ انت سيادتك يا اما مناخ معتدل زي حوض البحر المتوسط، يا اما مناخ متطرف شديد حراره او شديد ايه؟ يبقى مين اتكلمنا عن المناخ؟ مين اتكلم عنه؟ رقم 3. هو سيادتك دلوقتي هل اتكلم عن المساحه؟ ما اتكلمش عن المساحه. هو بيتكلم سيادتك عن بعض المقاومات اللي موجوده اللي تساعد على قوه وضعف الدوله. طب يا استاذ اقول لك حاجه، الواد ارسطو نسي ايه؟ التقنيات الحديثه. اول حاجه يوجه النقد لارسطو للتقنيات الحديثه. ليه؟ اصل يا ارسطو انت بتقول لي ان الدوله لازم يكون ليها حدود سياسيه ايه؟ منين؟ وانت عندك التقنيات الحديثه كانت سبب وراء اسقاط نظريه الحدود السياسيه المحصنه. هي مش اسقطت النظريه؟ اسقطتها ازاي؟ نتيجه لتطور السلاح في مدى الفاعليه تم اسقاط نظريه الحدود السياسيه المحصنه. ادي 1. 2. انت لما جيت اتكلمت عن السكان، هل جبت لي خصائصهم؟ تركيب نوعي، تركيب عمري، دين، لغه؟ لا، انت اتكلمت ان لو في سكان هيبقى في قوه دوله، يبقى ما عطتنيش الخصائص. 3. هل انت كلمتني عن قوه تنظيميه يعني حكومه؟ يبقى انت اغفلت برضه القوه التنظيميه. يبقى انا ارسطو نرتب افكاره كده مع بعض. جايني من بلاد مين؟ اليونان. القرن الكام؟ الرابع قبل الميلاد. سيادتك جايني من جنوب ولا شمال اوروبا؟ شمال ولا جنوب بحر المتوسط؟ الشمال. سيادتك الراجل ده لما جه يتكلم معانا قال لك انا اول حاجه اسهاماتي في الاهداف، اسهاماتي في التعريف، اسهاماتي موجوده معايا كمان داخل ايه؟ الموقع، المناخ. بس اغفلت ايه يا ارسطو؟ فكرنا نجيبه رسمه لارسطو ونحطوها وهو بيفكر. تمام. الواد ارسطو الفجري نسيلي اول حاجه تقنيات حديثه، نسي ثاني حاجه القوه التنظيميه، ونسي خصائص السكان. يبقى نسي 3 حاجات: تقنيات، خصائص، وايضا القوه التنظيميه. القوه مين؟ التنظيميه. يلا مع السلامه يا ارسطو. روح. نمشي شويه في التاريخ نوصل للقرن ال 14. عبد الرحمن بن خلدون. الواد ده لما جالنا حط لي شويه اسهامات، بس للاسف الواد عبد الرحمن لما ارتبط بالحضاره اللي هو عايش فيها، ارتبط بالعصر اللي عايش فيه اللي هو العصر الاسلامي. ما كانش عندهم كومباوندات ولا سياده الدول ولا عماير. هم كانوا عايشين ازاي يا استاذ؟ نظامين سياسيين.
يا اما قبيله في الصحراء، يا اما الشبه الملكي اللي موجود في المدينه بس. يعني اساس ما عندهمش جمهوريه، ما عندهمش برلمانيه، ما عندهمش رئاسيه. يبقى انا دلوقتي ما عندهمش غير نظامين، يا اما قبلي يا اما شبه مين؟ الملكي. يا عم الحاج عبد الرحمن، عمنا عبد الرحمن جايين من دوله تونس، جايين من شمال افريقيا، حته اللوز اللي واقفه دي، تمام. سيادة الواد عبد الرحمن جايين من جنوب البحر المتوسط. الواد عبد الرحمن لما جه، تمام، ما حدش يروح يقول عبد الرحمن بيحب حنان وحنان مخطوبه ضربته بالطوبه، اوعي، تمام. عمنا عبد الرحمن لما جه عمل لنا ايه؟ اول حاجه اتكلم لي عن الدوله ككائن حي. يا عبد الرحمن، هي الدوله بتعيش وتتعايش؟ هي الدولة بتعدي بمراحل الكائن الحي، تتولد، تنشأ، تكبر، تضع. والدليل على كده الاتحاد السوفيتي، الدليل على كده يوغوسلافيا، الدليل على كده الدولة العثمانية، الدليل على كده أي خلافة إسلامية جات كانت تيجي مرحلة نشأة، مرحلة قوة، مرحلة استقرار، مرحلة انهيار واضمحلال. يبقى أنت معلش يا عبد الرحمن، بالفعل كل نظرياتك تتحدث عن البيئة اللي أنت كنت عايش فيها. العهد الإسلامي اللي ما كانش عنده غير نظريتين، يا إما قبيلة يا إما شبه ملكي. شبه إيه؟ مين يتشابه معاه بقى؟ لا هو ارسطو بيتشابه، بس يتشابه فيه صح. دراسة الوحدات السياسية اللي هي الدولة لقطت، بس مين اللي يتشابه معاه في مراحل كان الحي؟ فريدريك راتزل. الواد ديتي أول ما جه قال لك إيه؟ قال إيه؟ بدل ما يبقى دلوقتي 4 عناصر نشأة، ثبات، نضج، اضمحلال، طب ما نخليهم 3. اختلفوا في الألفاظ بس اتفقوا في المعنى. اللي هم يا أستاذ ميلاد، نمو. هو مين فريدريك راتزل ده يا أستاذ قبل ما اتكلمنا على إنجازاته؟ ده عالم ألماني جايين من قارة أوروبا، كان في القرن الكام؟ 19. يبقى واحد في الرابع وواحد 14 وواحد 19. فريدريك راتزل أول ما جه تكلم لي سيادتك عن كتاب اسمه كتاب الجغرافيا السياسية. احنا قلنا مين اللي حط البذرة؟ ارسطو. مين حط الكتاب؟ الواد فريدريك راتزل الالماني هو اللي وضع لي كتاب يحمل اسم جغرافيا ايه؟ سياسيه. جغرافيا ايه؟ سياسيه. طب ما اقول لك حاجه، هو جاي بالفعل من يد الحقيقه على يده، هو اللي سيادتك اتولدت عليه ماده اسمها ايه؟ جغرافيا سياسيه. بس اقول لك يا بنت بسمه، والله مش عارف ازاي بقيتي بسمه انت، تمام؟ اتحولت من حصه والله، تمام؟ كل شيء جايز اليومين دول. سيادتك اللي حصل دلوقتي ان عمنا فريدريك راتزل شبهني بعبد الرحمن بن خلدون لما قال الدوله كائن حي، ميلاد ونمو وفاه. بس هنا كلمه وفاه عنده مش يعني سقوط، يعني ثبات، تبقى كائن استاتيكي ما تتحركش. غير اضمحلالي يعني سقوط وانهيار. بس اقول لك يا سلسبيل، احنا دلوقتي عندنا مشكله كبيره مع القاده الالمان. اخذوا افكار فريدريك راتزل بطريقه خاطئه. بطريقه ايه؟ كيف يا استاذ؟ قالوا له يا فريدريك، احنا نتولدوا ننمو اما نتوفى لا. امال ايه؟ التوسع على حساب الدول المجاوره. يبقى مين اللي اخذ افكار فريدريك راتزل بطريقه خاطئه؟ القاده الالمان. جه بعد كده بشويه دخلنا على علم جديد اسمه علم الجيوبوليتيك بتاع واحد اسمه رودولف كلين، الواد اللي جايين من دولة السويد اللي بتقع جنوب الدائرة القطبية الجنوبية، الواد اللي جايين من أحد القارات القديمة، الواد اللي جايين من دولة ذات قارة. قديم متقدم ولا قديم نامي؟ قديم متقدم يا أستاذ، عشان ده من قارة أوروبا، وأوروبا قديم متقدم. الواد رودولف كلين جه يكحلها عماها. كيف يا أستاذ؟ والله زي ما بقول لك يا اختي. قال ايه؟ قال لك انا دلوقتي هعمل علم جديد، هو علم الجيوبوليتيك اللي بيدرس لي برضه الدوله من مقاوماتها واثرها على قوه الدوله وكل حاجه. الجزء الاولاني في تعريف الجيوبوليتيك يشبهني بتعريف الجغرافيا السياسيه. عشان كده اثناء الحربين العالميتين حدث اختلاط ما بين الجغرافيا السياسيه ومين؟ والجيوبوليتيك. الجغرافيا السياسيه ومين؟ هم ايه الهدفين اللي بتتكلم عليهم دول؟ هدف داخلي وحده وانسجام. بس اقول لك يا بنتي عروسه اللي ما كملتش،
اللي حصل ايه؟ ان الوحده والانسجام اللي هنتكلم عليهم دول مسالم داخليا. ايه ده مسالم داخليا؟ اصل انا هوحدكم. تمام؟ عارفه ده ينطبق على مين؟ لا، عدت بريطانيا لما جت لنا في التاريخ وقالت للعرب في الفصل السابع ان ايه؟ وحده عربيه. اللي حب يعملها مين؟ لا، انا بتكلم على وحده شعب مش وحده ثقافتين. ان انا وحد العرب زي ما اتكلم عنها مصطفى النحاس لما دعا في مجلس الشيوخ. طب ده وحده وانسجام، هدف مسالم. طب بيقول لك الهدف الخارجي عدواني. ليه يا استاذ؟ عايز شكل الناس. عايز شكل الناس، التوسع على حساب الدول المجاوره. وما دامت ان هناك توسع يبقى ده سيادتك عباره عن ايه؟ عدواني ولا مش عدواني؟ يبقى يا استاذ مسالم داخليا، عدواني ايه؟ خارجيا. مسالم داخليا، عدواني ايه؟ غلبك انشراح. على الترم اللي راح صح. تمام؟ لا احنا لسه فيها، فاضلنا 3 شهور. تمام؟ سيادتك في نقطه ثانيه. انت بتقول يا استاذ عدواني خارجيا. طب ممكن ينطبق الكلام ده على اسرائيل لما بدات في العدوان بتاع 56 لما دخلت على سيناء. ينطبق عليها في حرب 67. بدا يدعو كل الايه؟ لتنفيذ افكار رودولف كلين اللي بتدعو الى التوسع على حساب الدول. مين؟ محمد علي لما توسع سيادتك في الممالك بتاعته، علي بك الكبير لما توسع. ده كله سيادتك يعتبر ايه؟ التوسع على حساب الدول مين؟ المجاوره. طب اقول لك يا استاذ، الجيوبوليتيك بيقولوا ان بيشبه الدوله بكائن بيولوجي. What's the meaning of biology؟ ايه؟ كائن حي. كائن ديناميكي. كائن سيادتك بيعدي بمراحل نمو الانسان. فعشان كده شبهوه للواد رودولف كلين بان هو كان ايه؟ بيولوجي. كان ايه؟ طب ده بيقولوا كمان ان العولمه والجيوبوليتيك وجهان لنظريه واحده، هي النظام العالمي الجديد. اصل الثلاثه بيدعوا للهيمنه والسيطره. هيمنه وايه؟ هيمنه وايه؟ يبقى اساس انا عندي عولمه، عندي نظام عالمي جديد، عندي جيوبوليتيك، الثلاثه ايه؟ يدعوا الى الهيمنه والسيطره على ممتلكات الدول الاخرى. ممتلكات دول مين؟ طب زي الفل. تعال بقى نكمل الجزئيه دي. اهم ما يميز الجغرافيا السياسيه عن الجيوبوليتيك ايه؟ ايه رايك؟ الجغرافيا السياسيه ثابته ولا متحركه؟ ثابته. طب والجيوبوليتيك؟ متحركه. ثابت ومتحرك يعني اختلاف في الحركه. طب مين اللي بيدرس المستقبل؟ لما يجب ان تكون على فين؟ في المستقبل. اما الجغرافيا السياسيه كائن استاتيكي ولا ديناميكي؟ استاتيكي ثابت. هتخرج. تمام؟ كائن استاتيكي ايه؟ كائن استاتيكي ايه؟ لا مش سامعكم. كائن استاتيكي ايه؟ خير كتير قوي. الفرق ما بينهم بالفعل زمن وحركه. حاضر مستقبل ثابت ومتحرك. حاضر مستقبل ثابت وايه؟ طب خير كتير قوي. جاي بعد كده الاستاذ بيقول لك هنا ايه؟ الجغرافيا السياسيه تدرس الدوله في الحاضر والمستقبل زي ما احنا شفنا. اعتبر رودولف كلين ان ارض الدوله هي مين؟ الجسم. طب والعاصمه؟ دمتك 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 اللي هو مين؟ القلب. العاصمه القلب اللي بيضخ قرارات. اما سيادتك الارض هي الجسم اللي احنا بنمشي عليه. يبقى سيادتك شبه الدوله بحاجتين، ارض هي الجسم، عاصمه هي مين؟ القلب اللي بيضخ القرارات. تمام. تيجي بعد كده الاهداف. اساس اهداف والله احنا شرحناهم. قلنا ان الهدف الاول والثاني من افكار مين؟ ارسطو. الهدف الثالث بيقول لك بيدرس تجمعات اقليميه وعالميه. هو يعني ايه اقليمي؟ يعني بيقع في قاره واحده يا استاذ. جيران يا استاذ زينا واحنا في الشارع كده مع بعض. طب وعالمي؟ لامم العالم كله. طب اقول لك الاقليمي ده زي جامعه الدول العربيه. طب الاقليمي دي زي الكوميسا. زي سيادة مجلس المغرب العربي. طب زي مجلس التعاون دول الخليج العربي. يبقى استاذ ما دامت ان احنا في قاره يبقى ده ايه؟ اقليمي. طب لو قلت عالمي؟ حلف الناتو. تمام. سيادتك الابق. سيادتك كمان اللي هو الامم المتحده. سيادتك حلف الناتو، حزبة الامم، منظمه الصحه العالميه، لا صندوق النقد الدولي،
الحاجات دي كلها يا استاذ عباره عن منظمات ايه؟ تجمعات عالميه. يبقى في فرق ما بين تجمعات اقليميه وتجمعات ايه؟ طب ما انا اقول لك حاجه. بيقول لك يا استاذ ان الجغرافيا السياسيه لها علاقه بحل المشكلات والتوتر الدولي. يا استاذ، اصل الجغرافيا السياسيه بتعرفني بالمشكله، تحلها لي وكمان بتدرسها لي. زي مشكله طابه اللي موجوده فين؟ طابه دي يا استاذ؟ اللي موجوده في مصر. طب زي مين يا استاذ؟ وضع الحدود السياسيه في قاره اوروبا. انا بتكلم عن جغرافيا سياسيه مش متحده. ما تخلطيش الدنيا في بعض توديناش في داهيه. تمام. وبعدين قال لك يا استاذ ان الجغرافيا السياسيه اهدافها ليها علاقه بالتقنيات. ازاي؟ اصل التقنيات الحديثه في حاجه اسمها نظم معلومات جغرافيه بتوفر لي البيانات والمعلومات الاكثر دقه اللي تساعدني في اتخاذ ايه؟ طب يبقى احنا ربطنا الاهداف بالتقنيات مين؟ صح ولا لا؟ سيادتك الاثنين مرتبطين ببعض. وفرنا بيانات ومعلومات يعني نظم معلومات جغرافيه. طب بالنسبه للمجالات يا استاذ، انت بتقول لي في المجالات في 3 قدام وفي 3 جداد. مين ال3 قدام؟ وحده سياسيه، مشكلات دوليه، علاقات. ادي ال3 اهم. طب مين الجداد يا استاذ؟ الدوله، تحليل سياسي القوه، والنظام العالمي الجديد. طب يا استاذ بعد اذنك، والله انا لما بخش احل السؤال ما بعرفش افرق ما بين دوله، تحليل سياسي قوه، ونظام عالمي جديد. افرق ما بينهم ازاي؟ واحده واحده. دوله لو لقيت افكار ارسطو. دوله لو لقيت مقاومات طبيعيه وبشريه. على طول ست. دوله لو لقيت قوه تنظيميه. دي على طول انت مغمضه؟ يا استاذ ده بيقول لي بيتكلم عن موقع الدوله يا استاذ، بيتكلم عن مقاومات طبيعيه والوضع ارسطو في الموضوع. لا ده بس خلاص دوله. طب تحليل سياسي القوه، صراع، نزاع، توتر، حرب، الحاجات دي كلها بتدعو لايه؟ التحليل السياسي القوى، بس مش في كل الحالات. ايه ده يا استاذ؟ يعني انا ممكن الاقي كلمه صراع او نزاع وبرضه بخش تحليل سياسي القوه؟ بخش تحليل سياسي القوه. عارفه ليه؟ لو لقيت مثلا استحواذ، حدث صراع على مثلا ما بين الولايات المتحده وروسيا على الاستحواذ على بترول الشرق الاوسط. اساس كلمه استحواذ، هيمنه، سيطره، تغلب، الحاجات دي كلها دي من كلمات داله على نظام عالمي جديد. دي مش كلمات داله عن التحليل السياسي للقوه. ما دامت ان انا بتصارع عشان امتلك حاجه، ده من تداعيات النظام العالمي الجديد. عشان كده بيجي سؤال يقول لك ايه؟ هناك العديد من التغيرات التي كانت سببا في ظهور النظام العالمي الجديد، والكلام ده بيقولوا كان في القرن العشرين. التغيرات اللي حصلت: واحد، كان يا استاذ عندي خلل في التوازن الدولي، عندي صراع ايديولوجي، انتهاء الصراع الايديولوجي، عندي سيادتك تفكك الاتحاد السوفيتي وظهور الولايات المتحده الامريكيه الراسماليه. الكلام ده كله اسمه ايه؟ تغيرات حدثت في القرن العشرين ادت سيادتك الى حدوث نظام عالمي جديد. يبقى في تغيرات لغت للنظام العالمي الجديد وعملت لنظام عالمي جديد بسيطره الولايات المتحده الامريكيه. طب التقنيات الحديثه، ازاي اتعرف على التقنيات الحديثه واقدر ان انا اجاوب السؤال ده عندي يا استاذ في الامتحان؟ بكل بساطه، لو انا اتكلمت مثلا عن الاشعاع من بعد، مراقبه وتتبع يا استاذ، سفن، مناطق نزاعات، ممرات ملاحيه، حدود سياسيه، قناه السويس، مضايق، الحاجات دي كلها على طول عبور سفن. اي حاجه سيادتك فيها مرور من مكان للتاني، اي حاجه سيادتك فيها عباره عن مضايق، فيها تتبع، فيها مراقبه، فيها زيو طيران، في سيادتك مراكب، فيها اي حاجه خاصه بالتتبع، استشعار من بعض، اقمار ومرئيات فضائيه. طب لو انا دلوقتي يا استاذ عندي مباريات، مسلسلات، عندي سيادتك افلام بس مباشر، ده وسائل اتصالات يا استاذ، سلكيه وايه؟ ولا سلكيه؟ سلكيه ولا سلكيه؟ تمام؟ طب حلو خالص يا استاذ. طب انا لو مثلا جاب لي كلمه انترنت في الموضوع، او انا عايز احضر جلسات مجلس الوزراء، تمام؟ برضه وسائل اتصالات، سلكيه ولا سلكيه؟ يا استاذ هو انت مش هتتفرج على الحاجات دي على شاشه تلفزيون يا شاشه موبايل؟ يبقى اتصالات سلكيه ولا سلكيه؟
احداث جاريه يبقى سلكيه ولا سلكيه؟ ما دامت سوف تشاهد يبقى سيادتك عباره عن سلكي او لا سلكي. في عندك بعد كده نظم معلومات جغرافيه، عايز اعمل تفسير، تحليل، عايز اعمل بحث، عايز افهم موضوع، تمام، عايز اتكلم عن نظريه، عايز اعمل رساله دكتوراه، عايز اعمل رساله ماجستير، الحاجات دي كلها على طول اخد ايه؟ نظم معلومات جغرافيه. نظم معلومات ايه؟ جغرافية. حد محتاج اي جزئيه في الدرس التمهيدي؟ اكيد. انسات، في حد محتاج اي جزئيه في الدرس التمهيدي؟ اتكلم عن الحدود السياسيه المحصنه، بس التقنيات الحديثه اسقطتها. لا، الحدود بتاعت الدوله اللي بتحدد المساحه، مش بتكلم عن المساحه، بحدد المساحه نفسها من الحدود. تمام يا نسات، في حد محتاج في الدرس التمهيدي اي جزئيه؟ تمام، الدنيا ظبطت. درس الدوله، وايه الفرق ما بين دوله وامه؟ واعرف ازاي كلمه دوله واعرف ازاي كلمه امه. طب يا استاذ، ايه انواع الدول؟ طب افرق ازاي انواع الدول؟ طب ايه معنى كلمه عاصمه؟ طب ايه الفرق ما بين عاصمه وقلب دوله؟ انت شايف الكلام ده كله يخطر في بالي لو بذاكر بقى. طب ما تيجي نفصص الكلام ده حته حته ونشوف سيادتك دلوقتي، هل درس الدوله اللي الناس بتقول عليه صعب هو صعب بالفعل ولا اتفه من درس التمهيدي؟ واحده واحده. الفرق ما بين كلمه دوله وكلمه امه واحد. الدوله محتاجه سياده، الدوله سلطه، الدوله سلطه تشريعيه، الدوله سلطه تنفيذيه، الدوله سلطه قضائيه، الدوله مجلس نواب، الدوله مجلس وزراء، الدوله. سيادتك ما دامت ان انا كلمه دوله اي حاجه خاصه بالسلطه فهي كلمه داله على الدوله. شفت بقول لك ايه؟ اي حاجه خاصه بالسلطه فهي داله على كلمه مين؟ دوله. طب حلو. طب الدوله يا استاذ بتحتاج تجانس سكاني؟ لا يا استاذ، ممكن الدوله تبقى متعدده الثقافه، متعدده اللغات، متعدده عادات وتقاليد، ممكن تبقى متعدده اديان زي الهند. ده الهند يا استاذ سيبنا في حالنا، ده الضحيه جاي وخايفين يا استاذ. ليه؟ اصلي يلا مالناش دعوه عشان احنا بنصور، تمام؟ هنروح في داهيه مع دوله الهند ونقطع سيادتك علاقاتنا مع دوله الهند الشقيقه. يبقى سيادتك دلوقتي انا عندي ممكن الدوله تبقى متعدده اللغات، عادات وتقاليد، متعدده التراث، متعدده التاريخ، متعدده كمان يا استاذ الاديان. ده برضه سيادتك من الكلمات الداله على كلمه مين؟ دوله. اعكس بقى. الامه لازم تجانس في العادات والتقاليد، تجانس في الدين، في اللغه، تجانس في التاريخ والتراث. لازم كل حاجه تبقى حاجه ايه؟ حاجه بس واحده. العرف، العادات والتقاليد هو اللي بيحكمك، تراث اجدادك هي اللي بتحكمك. هم ما عندهمش سياده القانون، بس قانونهم عاداتهم وتقاليدهم. هم ما عندهمش سلطه، سلطتهم عرفهم. هو ده سيادتك اللي بيحكمهم، هو ده اللي سيادتك بيجبرك ان انت تحترم الامه اللي انت عايشه فيها. طب ما انا اقول لك حاجه، طب ما كده الامه كلها بترجع لاساس ايه؟ عرق واحد. عرق ايه؟ بترجع لاساس عرق ايه؟ ويعني عرق يا استاذ دم او نسب واحد. دم او نسب مين؟ على ابسط المثال الامه العربيه اللي بترجع لسام بن نوح كلهم دم ايه؟ واحد. بلاش على ابسط مثال لو رحنا اتكلمنا سيادتك على دوله زي سويسرا، كم لغه؟ 4. هو صح اقول لك هي الامه العربيه ينفع تبقى دوله؟ لا. طب بولندا تنفع تبقى مجموعه دول؟ لا. اصل بولندا بينطبق على لفظ كلمه امه زي مجموعه الدول العربيه لما بينطبق عليهم لفظ كلمه امه. لا يجوز للامه ان تنطبق على مجموعه دول فقط، وانما ايه؟ ممكن تبقى مجموعه دول، ممكن تبقى الامه دوله ايه؟ احنا مش دايما نقول ان مصر امه ايه؟ المصريه، بنتكلم عن المصري ان هي الامه مين؟ المصريه. يبقى ممكن تبقى دوله وتبقى مجموعه ايه؟ دول. طب خلاص. تيجي بعد كده تختلف الدوله مع الامه في السياده. يعني ايه سياده اساسا؟ يعني سلطه، بس تتفق معاها فين؟ جغرافيا وديموغرافيا. طب ممكن بدل ما جغرافيا طبيعيا، ما كان طبيعيا جيمورفولوجيا. جمر ايه؟ يبقى اساس
تتشابه الدولة مع الأمة سياديا. الكلام ده صح ولا غلط؟ يا أستاذ هم بيتشابهوا ديموغرافي جمورفولوجي وعندي ديموغرافي. أما الاختلاف يا أستاذ في السيادة أو السلطة، في السيادة أو مين؟ أو السلطة. تمام. طب لو جينا قلنا القاسم المشترك ما بينهم ممكن فين؟ عناصر التكوين. عناصر التكوين اللي هي سيادة الأرض والشعب. الأرض ومين؟ والشعب. الأمة تحتاج لسلطة؟ تحتاج حاكم؟ تحتاج حكومة؟ تحتاج مجلس نواب؟ مجلس تشريعي؟ مجلس تنفيذي؟ مجلس قضائي؟ لا يا أستاذ، هي كل محتاجة حاجة واحدة بس، تشابه عادات وتقاليد مع سيادة التشابه في العرق فقط اللي هو تجانس. أمه وسيادة، ويعني ما أنا ممكن سيادتك تقول الاثنين، أقول سيادتك عليها أمه وأقول عليها دولة، زي بولندا دولة وأقول عليها أمي. المانع سيادتك إن أنا أقول عليها دولة؟ حلو، بس سيادتك فيها عناصر الدولة المتجانسة. تمام؟ احنا الدولة الوحدوية مش جملة، هو سيريها هتلاقيها بعد شوية، هتلاقي ان الدولة الوحدوية اصلا كده كده ترد عليك وتقول لك ايه؟ يا بنت اتكسفك، مش انا موجودة قدامك، مش معبراني، مش بنتي ناس انا. ما انت سيادتك الدولة الوحدوية قاعدة بتقول لك ان صفاتي بيطلق على لفظ كلمة أمة. عرفت يا خالتي؟ تمام. تتميز الأمة بأيه بقى؟ بتجانس السكان أو الوحدة ليس بها تعقيد، ما عندهاش تعدد يا أستاذ، الحاجة عندهم حاجة إيه؟ حاجة واحدة. طب يا أستاذ بيقولوا إن فرنسا والصين واليابان ومصر بيتشابهوا مع الأمة، الكلام ده صح؟ ما دول دول وحدوية، والدولة الوحدوية بتتشابه مع لفظ كلمة إيه؟ الأمة. لفظ كلمة مين؟ يبقى يا أستاذ أنا عندي الفرق ما بين الدولة والأمة. الدولة ما عندهاش تجانس ولا لغوي ولا ديني ولا عرقي ولا سيادتك عندها تجانس في العادات والتقاليد ممكن تبقى مختلفة. أما الأمة تجانس في الدين، عرق، سيادتك في العادات والتقاليد، في التراث، في التاريخ، حتى فين؟ في اللغة، حتى في اللغة، كل دي سيادتك عندهم إيه؟ علاقة تجانس. طب لو جينا قلنا هنا بقى المحور الرئيسي لدراسة الجغرافيا السياسية هو إيه؟ الدولة. طب لو شلنا كلمة الدولة تبقى إيه؟ الوحدة السياسية أو المركب السياسي. يبقى المحور الرئيسي يا أستاذ لدراسة الجغرافيا السياسية هو دراسة كلمة إيه؟ الوحدة السياسية أو الدولة أو المركب السياسي. طب إيه رأيك؟ الدول بتختلف من حيث إيه؟ شكلها، موقعها، مساحتها. يبقى أستاذ اختلاف في الشكل والموقع ومين؟ الشكل والموقع ومين؟ يعني أنت إيه رأيك؟ موقع كندا زي موقع مصر زي موقع استراليا؟ لا يا أستاذ مختلفين في الموقع. طب إيه رأيك؟ شكل ليبيا زي شكل شيلي زي شكل روسيا؟ برضه لا يا أستاذ. طب إيه رأيك؟ مساحة ليسوتو شبه مساحة كازاخستان شبه مساحة أسبانيا؟ يبقى بتختلف في العوامل المورفولوجية. العوامل إيه؟ المورفولوجية. تمام. إيه رأيك؟ السلطة بتبقى مشتركة ما بين الأفراد والحكومة ولا الحكومة بس؟ فسيادتك يا أستاذ بتبقى مشتركة مع الاثنين. ليه؟ ما أنت سيادتك الاثنين مكملين بعض، فعشان كده بنلاقوا إن كلاهما هما الاثنين يا أستاذ مكملين وبيشتركوا مع بعض. طب إيه رأيك؟ الأمة لو هنقول تعود لإيه؟ العرق. يا أستاذ الأمة عندما تعود إلى الانتماء العرقي الواحد، بيرجعوا يا أستاذ إلى عرق واحد، بيرجعوا إلى سلالة إيه؟ واحدة. طب حلو خالص. طب يا أستاذ لو جينا قلنا دلوقتي هو الأمة دي ظاهرة طبيعية؟ اجتماعية؟ سياسية؟ عسكرية؟ اجتماعية يا أستاذ، بترتبطهم العادات والتقاليد بس، فعشان كده يا أستاذ بتلاقيها عبارة عن إيه؟ اجتماعية. طب حلو خالص. طب ما تيجي نطبق سيادتك زي الأمة العربية اللي موجودة عندي ال 21 دولة، دول بيطلق عليهم أمة ومشتركين في كل العادات والتقاليد والخصائص بتاعتهم. طب نيجي دلوقتي نبدأ في جزئية بتاعت عم الجرموطي. تمام. هو بيقول ايه الاستاذ ده من بدري؟ يا راجل ده انت جرفتنا في عيشتنا لينا ساعه شغالين بنمرق زي الحريم. تمام. تعال نشوف دلوقتي انواع الدول. اول حاجه لو اتكلمنا هنتكلم عن الدوله المركزيه. ايه رايك؟ الدوله المركزيه دي هي الدوله الوحدويه متعدده الحكومات؟ الدوله المركزيه متعدده الحكومات؟ يا استاذ اعمل حسابك، الدولة الوحدوية هي عبارة عن حكومة واحدة، مجلس نيابي واحد،
عندك السلطه مقسومه على كام؟ مين اعلى؟ المركز ولا المحلي؟ المركز ولا ايه؟ طب المركز السيادي هو اللي بيختص بوظائف مين؟ وايه معنى كلمه سياديه اصلا؟ الوظائف العليا. يبقى استاذ الدوله المركزيه هي الدوله التي تتميز بان هي يا استاذ حكومه واحده، مجلس نيابي واحد، وعندك السلطه مقسومه على كام؟ على اثنين، سلطه مركزيه وسلطه ايه؟ محليه. محليه ولا مركزيه دي؟ لسه شغال؟ طب الحمد لله. طب تعالوا نشوف دلوقتي الجزئيه مع بعض. بيقول لك هنا ايه؟ السلطه المركزيه تمام لديها سيادتك دلوقتي الوظائف السياديه فقط. طب والسلطه المحليه بتختص بالشؤون الحياتيه بتاعت السكان. دي ليها علاقه يا استاذ بمثلا التعليم، الصحه، المجلس المحلي، العمد، المديريات، الحاجات سيادتك اللي هي ما بين الشعب، ووظائف حياتيه مع السكان خاصه سيادتك بالسكان فقط. فعشان كده بنقول عليها ايه؟ تختص يا استاذ السلطه المحليه بالوظائف الحياتيه فقط لا غير. طب ايه رايك؟ هي الدوله الوحدويه بيقولوا عليها ان عندها هشاشه. يعني ايه هشاشه يا استاذ؟ ضعيفه. يعني لو واحد قال تاني دراعها كده تتكسر. ده اقل انواع الدول هشاشه هي الدوله الوحدويه. وبكده في علاقه عكسيه ما بينها وما بين الدوله الكونفدراليه. الدوله الكونفدراليه هي اكثرهم هشاشه، اما الدوله الوحدويه اقل انواع الدول هشاشه. طب بيقول لك يا استاذ لو جبنا فرنسا والصين واليابان والبلاد دي تتشابه في العامل ايه؟ ديموغرافيا السكان، وايه تاني؟ طب تختلف فين؟ المورفولوجي. يا استاذ انت عندك الدوله الوحدويه الاربع دول اللي انت قلتهم كلهم يتشابهوا في السلطه المحليه وسلطه مركزيه. كلهم يتشابهوا في العامل الديموغرافي. تمام؟ بس اقول لك يا استاذ العامل المورفولوجي لا، ما بيتشابهوش مورفولوجيا. اصل يا استاذ انت عندك فرنسا دوله مندمجه، اليابان مجزأة، الصين كبيرة مساحة، والدولة الوحدوية بتقول إن لابد على الدولة أن تكون واحد، ليست كبيرة مساحة. قاعدة شاذة اللي هي الصين، ليست مجزأة، قاعدة مجزأة هي اليابان، لازم تكون مندمجة، قاعدة متكاملة هي مين؟ دولة مثالية هي عمتنا مين؟ فرنسا. الدولة المثالية هي مين؟ فرنسا. طب يا أستاذ لازم تحتوي على قلب ونواه. ايه ده؟ هي الدولة الوحدوية القلب والنواه ممكن يبقوا واحد يا استاذ؟ قال لك تحتوي على قلبا او نواه يسمى ايه؟ العاصمة. هو اللي بيدير شؤون مين؟ الدولة. طب بيقول لك تجتمع في الدولة الوحدوية العاصمة والقلب زي ما قلناها. تقترب الدولة المركزية المثالية من فكرة الأمة. ايه السبب؟ ايه هي اسباب؟ عوامل ديموغرافية يا استاذ. تجانس السكان اللي موجود في الدولة الوحدوية هو السبب الرئيسي وراء ان الدوله الوحدويه تتشابه مع مين؟ مع الامه. يبقى الدوله الوحدويه بتتشابه مع مين؟ تتشابه مع مين؟ تتشابه مع مين؟ خير كتير قوي. خش بعد كده على الدوله الفيدراليه. والدوله الفيدراليه بيطلق عليها دوله ايه؟ اللامركزيه. الا ايه؟ الا ايه؟ طب ما تيجي نعيد من الاول. والله انا عايز ارخم عليكم ونعيد من الاول. تمام؟ انا هعيد من الاول، انا بارد، انا هعيد من الاول. والله انا هعيد من الاول، محدش هيندم. تمام؟ قولي لي التشابه بين الامه والدوله ايه؟ السكان يا استاذ. طب سيادتك الاختلاف؟ السياده والسلطه. طب بتنتمي الامه لاصل ايه؟ طب والدوله؟ يا استاذ اتضحك عليكم، ده الامه هي الاجتماعي، الدوله متعدده في كل حاجه يا استاذ، متعدده اللغات، عادات وتقاليد، تراث، تاريخ. لا بصراحه ما عجبنيش المستوى ده. والله انتوا سحلتوني. طب الامه انا كنت بقول الدوله، ضحكت عليك وقلت لك الدوله. تمام؟ الدوله الفيدراليه او الدوله المركبه بتقسم الى كام؟ سلطتين، واحده مركزيه وواحده ايه؟ محليه. عارف ده هيشبهنا بايه؟ بالدوله الوحدويه من شويه. ما الدوله الوحدويه السلطه عندها منقسمه على كام؟ 2. طب الدوله الفيدراليه منقسمه على كام؟ 2. سلطه مركزيه وسلطه محليه. السلطه المركزيه ايه؟ ما انت سيادتك هنا بقى السلطه المحليه
عندها استقلال ذاتي في كل النواحي. مال وادفاع، مال وادفاع، السلطه الماليه والسلطه العسكريه، سيادتك دول مش مستقلين. طب اقول لك يا بنت يا لؤى، بيقولوا ان الدوله الوحدويه تمام في تشابه ما بينها وما بين الدوله الفيدراليه. ايه التشابه ما بينهم فين؟ تمثيل دبلوماسي. ايه تاني؟ الاتنين مش عندهم ارض، عامل جمورفولوجي. الاتنين مش عندهم سكان، عامل ديموغرافي. يبقى في تشابه سيادتك ولا ما فيش تشابه ما بين الدوله الوحدويه والدوله الفيدراليه؟ هناك تشابه ما بين الطرفين. طب هنا يا سيدي بيقول لك هنا ايه؟ لو انا مثلا جبت سؤال، اذا ارادت الدوله منع انتشار انفلونزا الخنازير، عايزه تمنع انتشار انفلونزا مين؟ الخنازير. سيادتك من الدوله او من محافظه سوهاج مثلا محليه، طب الدوله كلها يا استاذ لو انا هاخد دلوقتي قرار على جميع الدوله مركزي، لو انا هاخد قرار داخل الدوله بس داخل محافظه او داخل قريه او داخل مدينه يبقى ده محليا. تمام. طب ايه رايك؟ تختلف بقى الدوله الوحدويه عن الدوله الفيدراليه فين؟ تقسيم السلطتين. ليه؟ بيقول لك ان الدوله الوحدويه اقوى في نظام الحكم لان السلطه عندها سلطه ايه؟ اما هناك سيادتك السلطه منقسمه ومتعدده على اثنين. تمام. ايه رايك؟ مين اللي بيطبق مبدا التوازن في السلطات؟ الدوله الوحدويه ولا الفيدراليه؟ الدوله الفيدراليه يا اساس تطبق مبدا توازن ما بين السلطات. طب ايه رايك؟ هل يمكن تحويل الكونفدرالي؟ الدوله الوحدويه لا يجوز ان تتحول الى دوله كونفدراليه. الدوله الفيدراليه ما ينفعش تتحول الى كونفدراليه. ايه ده سبب؟ هو الوحدوي والفيدرالي ما ينفعش يبقوا كونفدرالي. عارف المشكله فين؟ ان انا لو حولتهم كونفدرالي يعني سقوط السلطه الموحده الموجوده، تفكك الدوله، انهيار سياسي، هيبقى في تفكك سياسي موجود في الدوله. اما الدوله الكونفدراليه تنفع تبقى دوله ايه؟ فيدراليه. طب تيجي ناخد امثله بقى. لو انا اتكلمت دلوقتي على امريكا الشماليه وقاره استراليا، هل فيهم دول وحدويه؟ امريكا الشماليه دي واستراليا دي هل فيهم دوله وحدويه؟ لا يا استاذ، اعمل حسابك استراليا وامريكا الشماليه لا تحتوي على وحدوي، كلهم دول فيدراليه. طب لو جيت مثلا عايز امثله على دول فيدراليه جنب فرنسا، المانيا حلو وبلجيكا وسيادتك سويسرا، يبقى سويسرا لا اسمها سويسرا. تمام. المانيا وعندك سويسرا وعندك بلجيكا، دول الثلاثه سيادتك اللي هم دول فيدراليه موجوده عندك. طب لو انا مثلا دلوقتي عايز دول عربيه فيدراليه، العراق، الامارات، السودان، جنوب السودان، الصومال، جزر القمر، دي كلها سيادتك يا استاذ عباره عن دول فيدراليه. يبقى لو عايز دول عربيه فيدراليه، العراق تاخديها، تاخد الامارات، تاخد السودان، تاخد جنوب السودان، تاخد الصومال. طب لو عايز دول فيدراليه على مستوى العالم وتكون كبيره مساحه، كبيره مساحه، كبيره مساحه يا استاذ، كندا كبيره مساحه يا استاذ، الولايات كبيره مساحه يا استاذ، كبيره مساحه يا استاذ. يبقى معظم الدول كبيره المساحه هي دول ذات طابع ايه؟ فيدرالي، ذات طابع ايه؟ فيدرالي. تمام. معظمها سيادتك كبير المساحه، ايوه بشرط اساسي. اما الوحدوي لا. تمام. الدوله الكونفدراليه المركبه ودي اساس بتنقسم فيها سلطتين. بتيجي نقارن ما بين الثلاثه. وحدويه يعني اساس سلطه واحده هي اللي بتدير شؤون الدوله. فيدراليه متعدد على اثنين. كونفدراليه متعدد على اثنين برضه. بس اقول لك الفيدرالي مقسومه سيادتك الى سلطه مركزيه ومحليه، بس المركزي هنا اقوى، عامل زي ابوك في البيت هو اللي مسيطر. اما سيادتك في الوحدوي المحليه هي اللي مسيطر على مين؟ مين المحليه بقى؟ الام. ومين المركزيه؟ اسمه في البيت ايه؟ اب. بس مين الحكم؟ انتوا اللي قلتوا مش انا. صح ولا اعمل حاجه؟ يعني تخيل لما يكون الراجل اللي في البيت يبقى دي دوله في كونفدراليه، الراجل ما بيحكمش اما المحليه هي اللي بتحكم. طب يا استاذ في الفيدرالي الراجل هو اللي بيحكم والست
نعم يا سي السيد، ما ده اللي حصل بالفعل. ده في الكونفدرالي، في الكونفدرالي راجل بره جوه لا، اما سيادتك في الفدرالي بره وجوه راجل، بره وجوه ايه؟ الحمد لله. سيادتك عندك الدوله الكونفدراليه بتقول كده ايه؟ تختلف مع الدوله الفدراليه والوحدويه في اداره الامور السياديه، في اختلاف ما بين الوحدويه والفدراليه عن الكونفدراليه في الامور السياديه اللي موجوده. تتميز بتنوع ايه؟ خصائصها الثقافيه. تتنوع بايه؟ بالدساتير. تتنوع فين؟ في الاعلام. تتنوع فين؟ في العملات. ايه السبب؟ اصل الدوله الكونفدراليه مجموعه دول يا استاذ، مختلفه قوانين، مختلفه دساتير، مختلفه سيادتك انظمه سياسيه، مختلف عادات وتقاليد، مختلفه. ليه؟ مكونه من مجموعه دول، من مجموعه ايه؟ دول. تمام. طب سيادتك لو جينا مثلا قلنا تتشابه الدوله الكونفدراليه مع باقي الدول فين؟ تقسيم السلطه. تقسيم السلطه مش في اعمال السلطه، تقسيم السلطه مركزي ومحلي، بس سيادتك الاعمال مختلفين فيها. سبب ضعف السلطه المركزيه بسبب ايه؟ هيمنه السلطه المحليه على قراراتها. يعني مثلا تلاقي رئيس الدوله الكونفدراليه قاعد في المؤتمر ومربع ايده، هو عايز ياخد قرار بس ما يقدرش، اصل ممكن القرار ده يتعارض مع مين؟ مع باقي الدول. طب عشان ما يتعارضش مع باقي الدول لازم ياخد اذن السلطه المحليه. عشان كده احنا بنقول السلطه المحليه اعلى من السلطه مين؟ المركزيه. طب بيقول يا استاذ ان هي اقل انواع الدول شيوعا واكثرها هشاشه. طب بالفعل احنا لو عدينا امتحان نعده مع بعض. عندك النفتا، عندك الكوميسا، مجلس التعاون، الاتحاد الاوروبي، سيادتك الابق، هتلاقيهم اعدادهم قليله جدا الدول سيادتك اللي موجوده كونفدراليه. اما الدول الوحدويه كتير، وانا كاتب لك امثله كتيره جوه عندك. الدول الفدراليه سيادتك مديك امثله كتيره جوه عشان لما تيجي تحل في البيت ما تقعديش تكرش في دماغك وتقول ايه؟ هي دي وحدويه ولا فدراليه؟ طب ما تيجي انا وشوشو تمام نحط دول فوق بعض كده كيلو بان يس، هي دي الفدراليه ولا الكونفدراليه؟ لا، موجوده عندك سيادتك كل تصنيفات الدول بالامثله بتاعتهم موجودين معاك سيادتك في الداخل. تمام؟ تيجي بعد كده يقول لك ايه؟ الدوله التي اتحولت من دوله كونفدراليه الى دوله فدراليه دوله مين؟ سويسرا، الوحيده اللي اتحولت سيادتك في الشرق.